السلام عليكم ورحمة الله. وقيل أول مرة غادي نوض وغادي نصور في هذه الوقيته هذه اليوم الحد 28 سبتمبر 2025 مع 10:30 ديال الليل. من البارح وأنا في صراع مع نفسي بهذا المعنى، واش نوض نصور ونتكلم ونعبر على داكشي اللي كنحس به وعلى وعلى الأفكار ديالي وعلى الحرية ديالي، أولا نسكت خوفا ما نكرش أنني خفت نعبر. وبعد صراع طويل كل مره كنشوف فيديوهات في شكل، كنشوف حوايج ما كيعجبنيش الحال، غنقول لكم عينين بوقلين لانني بكيت شويه طالع عليا النعاس. ففي الاخر غنخرج بواحد القرار. شرف لي انني نخرج ونعبر على رايي بكل مصداقيه وبكل شفافيه وبكل حريه، على انني نبقى ساكته ونعتبر نفسي من المؤثرين رغم انني لا اعتبر نفسي مؤثره. شرف لي انني نعبر، وربما ما عرفتش شنو غيكون، واش ساعاقب او لا، المهم انا غادي نتكلم بحريه وبكل مصداقيه. نتفق بدايه ان شعاري في هذا الوطن، هذا الوطن الحبيب، الله الوطن الملك، ما عنديش فيها ثالث. هذا الوطن عزيز جدا، معروف عليا من نهار بديت في السوشيال ميديا انني من الناس اللي كيدافعوا على هذه البلاد هذه. انا مواطنه حتى النخاع، والبلاد بلاد المغرب بلاد ديالي كنعتز بها وكنفتخر بها. حنا من الناس اللي ملي كنسافروا الى خرجنا فين ما مشينا الرايه كتكون دائما معنا، الرايه والمصحف، وهذا دليل على اننا نؤمن بالمقدسات الوطنيه المغربيه، الله الوطن الملك. انا مع الملكيه حتى النخاع، اعتز بوطني وافتخر به، ورغم المعاناة اللي دوزت انا ومجموعة من الناس في عز شبابنا، دوزنا القفار، دوزنا القهرة، شربنا الماء بدود ومرضنا، تشللنا، ومع ذلك لازلنا نحب هذا الوطن وسنظل نحبه. وكل سنة عندي فرصة انني نخوي هذه البلاد وما تنخويهاش، لانني كنبغيها، كنآمن بها، وكنآمن بالنجاح ديالها وبالتقدم ديالها. علاش قلت هذا الشيء كله؟ باش نتكلم على شنو بغيت نتكلم عليه دابا. هذا الشيء كله اللي قلته عنده علاقه بهذا الحراك اللي ناض في هاد اليومين هادي، السبت وحد. واش انا مع؟ ما تزربوش وما تحكموش وكملوا الفيديو حتى الاخر. انا ضد الطريقه باش خرجوا الشباب. انا مؤمنه انه في القانون تيخص يكون عندك ترخيص قبل ما دير اي تجمهر او تعبر على رايك، لكن واش هاد الخطا اللي ارتكبوه هاد الشباب ديالنا، هاد الشباب اللي باقيين صغار، راه نسبه كبيره منهم، اعتذر على الازعاج، نسبه كبيره منهم هما اطفال. كيفاش بغيتوا هاد الاطفال يعرفوا كيفاش يعبروا، كيفاش يوصلوا الصوت ديالهم؟ فين تعلموه؟ فين تعلموا السياسه؟ هما اطفال حتى الحدود 18 عام، واخا القانون راه تبدل، راه باقيين صغار. هاد الشباب هادو خرجوا بالقلب ديالهم. خليني عارفين بلا كاينين ناس مدفوعين، وعارفين بلا كاينين جهات ما بغاوش الخير لهاد البلاد، ولكن شكون غيشرح لهاد الوليدات والبنيات؟ واش كنعلموهم السياسه اولا راه ما كيتعلموها لا في التلفازه، لا في مدرسه، لا في السوشيال ميديا، ولا في الشارع؟ كياخذوا داكشي مغلوط. نقول انا في السن ديالي وناس قدي وناس كبر مني وناس صغر مني شويه، عشنا حوايج، عشنا امور ولينا ندرك. عارفين ان مثلا بعض الشعارات قالت ديال ما بغيناش كاس العالم، عارفينها انها غلط، عارفين ان هاد المشاريع غتحرك اليد العامله، عارفين انها صحوه للبلاد، عارفين ان مشاريع دابا كدار بملايير، بالملايير د الملايير. هما في السن ديالهم ما مستوعبينش هاد الامور هادي. هما في السن ديالهم تيفهموا ان مشاو للطبيب وما قدروش يتعالجوا، او مشاو للتعليم وما ارتاحوش فيه، او كيشوفوا حوايج، كيشوفوا ما كايناش عداله اجتماعيه، كيشوفوا ان ما يجري على ارض الواقع يتنافى مع خطاب صاحب الجلاله نصره الله محمد السادس، اللي قال في اخر خطاب ديالو كان واضحا: لا نريد مغربا يمشي بسرعتين او يسير بسرعتين. احنا كلنا مع جلاله الملك نصره الله، ومع الراي ديالو، مع المقوله ديالو والحكمه ديالو: لا نريد مغربا يسير بسرعتين. لكن صدقوني كاينين بلايص في المغرب اللي لا نسير بسرعتين، وانما هناك الاف الكيلومترات بين السرعتين. هادشي اللي تيشوفوه هذوك الوليدات، انا كنقول الوليدات لان باقيين صغار. فين علمناهم كيفاش ياخذوا الاذن؟ فين علمناهم كيفاش يعبروا على رايهم؟ فين علمناهم كيفاش يقولوا اشنو بغاو ويطالبوا بمطالب ديالهم؟ علمناهم اليوم في المدرسه اللي هما كيطالبوا بالتحسين ديال هلا المقررات لا علاقه مع بناء مواطن اللي هو عنده عقل وعنده وعي، المقررات بعيده كل البعد، لا ديال الابتدائي ولا ديال الاعدادي ولا ديال الثانوي. وللاسف غاديين في الاسوأ. منين بغى يتعلم هاد الطفل الصحه؟ انا في هاد السن الحمد لله بمستوى مادي مزيان، بخدمتي الحمد لله بكرامتي، وتحطيت في موقف لما كان الوالد ديالي مريض في واحد الكلينيك ولا داعيه للتفاصيل، وعطاوه تحليله ب 7000 درهم. طلبت طلبه من دعوه من الله سبحانه وتعالى، قلت يا ربي ما تطيحنيش في هذا المرض هذا، لان المنضه ديالي قل من ثمن هذاك الراديو، واحد من عشرات الراديوات. والمعاناه اللي عانيناها حاله، لولا ان الوالد ديالي عنده التقاعد ديالو الحمد لله، وانا ما نفعته بوالو، انا موظفه خدامه. فكيف يعقل ان مواطن ما عنده حتى ريال وبغى يمشي وبغى يدفع الاف الدراهم؟
وقدام السيده جات موظفه وخاضت الملف ديالها وقالت ليه انا ما بقيتش، بغيت التطبيب لان قالوا لي حتى تجيب لنا الملف وتيتم القبول ديالو. هاد الوليدات كيعبروا على هاد الشيء فقط، بغاو يقراو قرايه زوينه وبغاو صحه زوينه وبغا ما يخافش يمرض. اي نعم الطريقه كانت غلط، اي نعم كاينه ايدي خفيه ما زويناش، استغلات الطيبه ديالهم، استغلات السذاجه ديالهم. فنعلموهم اشنو بغاو، هما بغاو يتسمعوا، بغاو يهضروا ويتسمعوا، سمعوا ليهم، عطوهم فرصه يهضروا وعلموهم. باقي تجارب الحياه قدامهم وبقى امور غتعلمهم كيفاش يتعاملوا مع الاوضاع. لكن اللي ضرني في خاطري انا وجعني نتسجل في هذا الوقت هذا واتحمل مسؤوليتي، زعما اللي بغى يوقع يوقع، ما يمكنش نسكت. كي قلت لكم لا يشرفني ان غدا ولا غدا ربي عطاني وليدات وقولوا لي اشنو درتي مع باش وجدتي لجينا حنا، ونقول لهم بقيت ساكته وكنتفرج. لا يشرفني ذلك، واتحمل مسؤوليتي في اي حاجه. انا كنعبر بكل صدق وكنقولها دائما: الله الوطن الملك وعاش المغرب. فنعلموا هاد الوليدات هادو، نربيوهم. اللي ضرني كي قلت لكم في خاطري هو التعامل اللي شفت. كاين اللي غيقول لي لا ما وقع والو، شفت فيديوهات ضراتني في خاطري. ما معنى ان السيد جالس حداه بنيه عندها 3 سنين ولا 4 ويغمض لها عينيها باش ما يشوفوش الناس تيجروه بهذيك الطريقه الهمجيه؟ ما معنى ان سيده كبيره يتحيد لها الفولار ديالها؟ فينا هو؟ احنا الاول مقدس عندنا الله الوطن الملك. الله حيدتي لها الفولار ديالها. انا اطالب ان هاد الناس يتحاسبوا على هاد العمل ديالها. فاحنا ناس مسلمين في دوله مسلمه، عندنا امير المؤمنين وتحيد ليها الفولار ديالها. البنيه صغيره تسحب من قدامها، شنو ربيتي فيها؟ كي غادي تبات هذيك البنت، كي غادي تصبح هذيك البنت، وكيفاش غتعطي لهاد الوطن. انا بالعكس نبغي نشجعوا هاد الوليدات، نصلحوهم ونعلموهم ونوجهوهم، وبالعكس مزيانين تيبينوا ان كاينه المواطنه. ياك تيعلم الناس يقول لك المغاربه ما عندهمش روح المواطنه، كاين شي مواطنه اكثر من هذه. ناضوا غوتوا في الكره، قلتوا ما تتغوتوش في حوايج اخرى. ها هما ناضوا تيعبروا، علموهم كيفاش يعبروا. بالعكس هذا دليل جميل على انه جيل جميل جدا، جيل كيبغي الوطن ديالو وتيخدم عليه وتيعطيه. مجموعه من الشباب شفتهم قال لك ما بغيناش نخويو هاد البلاد، بغينا نبنيو هاد البلاد. فكيفاش بغيتي تكرهو في الوطن ديالو باش يخويها؟ كيفاش بغيتيه يكون حس مرتاح؟ ضربوا شباب ما منظر ما زوينش. كيفاش تسمع الاستاذ ديالو انه يقيسو في القسم وهو تيعلمو، وتقول ليه انت ما عندش الحق، استاذك ولا باك يقيسك، ولكن ضربو انت في الزنقه؟ كيفاش تقول لي ما حقكش تعاقب في واحد الحجره فيها 4 ديال الحيوطه، ولكن ضربوا قدام الاعلام العالمي؟ كيف يعقل؟ راه التناقضات. هاد الناس، هاد الوليدات هادو، هاد الشباب هادو تيبغيو بلادهم، خليوهم يبغيو بلادهم. وقبل ما نطول في لا فيديو، رساله للناس اللي من خارج المغرب: ما شغلكمش نتوما في المغرب. حنا قضايانا الداخليه كافيين بها، كنبغيو بلادنا وكنبغيو الملك ديالنا ونحب الملكيه ومع الملكيه، وانتم ديروا غير داكشي ديالكم. حتى واحد ما يدخل ينظر لينا ولا يقول لك حنا عارفين شنو عندنا، عارفين ما لنا وما علينا. وهاد الوليدات بينوا على انهم تيبغيو البلاد ديالهم، تيبغيو الوطن ديالهم، وهما السواعد ديال هاد الوطن هذا. فانا الاعتراض الوحيد اللي عندي طريقه باش تعاملوا. انا ضد التعامل مع الشباب مع اي انسان بهذيك الطريقه. ما تمدش عليه يدك وما تقللش عليه الحياه وما تقللش عليه العرض، ما تركبش فيه عقد نفسيه تبقى معاه حياته كامله. ما تهينوش وما تهينش الكرامه ديالو اللي تيحفظها ليه الوطن ديالو والدستور ديالو والملك ديالو. ونهايه القول: عاش المغرب والله الوطن الملك.